عشان تكبر البيزنس في 2026 انت محتاج تغير طريقة تفكيرك من طريقة تفكير في البريزنت لطريقة تفكير في الفيوتشر. يعني ايه؟ يعني ببساطة اللي انا عايز احققه في 2026 والتارجتس اللي انا عايز احققها في 2026 ما ينفعش افكر فيها بالمتاح اللي عندي دلوقتي. المتاح اللي عندي دلوقتي ده نتاج السنين اللي فاتت ونتاج الحال اللي انا فيه ويكفي للحال اللي انا فيه، لكن عشان افكر في السنه الجايه انا محتاج افكر بشكل مختلف، فمحتاج اجنب 3 واركز على 3. ايه ال3 اللي انا اجنبهم؟ الوقت والفلوس والمجهود. فالمجهود اللي انا ببذله دلوقتي والوقت اللي انا ببذله دلوقتي والفلوس اللي معايا دلوقتي هي ما تحققليش التارجت بتاعت 2026. اللي يحقق لي التارجت بتاعت 2026 ان الريسورسز تبقى فيه مصادر جديده للوقت والمجهود والفلوس مناسبه للتارجتس الجديده اللي محطوطه، وبالتالي انا محتاج ادور على ريسورسز جديده غير الريسورسز اللي انا متعود عليها. والريسورسز دي لما اجي بقى استخدمها محتاج لها اسطمبه جديده، الاسطمبه دي مناسبه للريسورسز الجديده فبالتالي توصلني للتارجت الجديد. لكن لو انت بتفكر من خلال المتاح دلوقتي سواء في المجهود او في الفلوس او في الوقت عمرك ما هيوصلك للتارجتس اللي انت نفسك فيها في 2026. وبالتالي يبقى التارجتس دي بقت احلام، وبالتالي 2026 بقت زي 2025.